حلا الحطب من الحلويات الطيبة السهلة اللي تجنن ومكوناتها كلش سهلة. كوب حليب باودر حمصته إلى أن يشقر لونه، راح أطفي عليه. بعدها أخلي كوب بسكت مطحون سادة أي نوع عندكم، بس يكون لونه أبيض. وبعدها خليت حليب مكثف شوية شوية إلى أن حصلت على عجينة أقدر أشكلها بشكل أسطواني. يعني ضفت الحليب المكثف تدريجيا مثل ما تشوفون شكلتها بهالشكل. تجي بيدي، يعني العجينة ما تلزق، تجي بيدي. ذوبت شوية نستلة، أي نوع نستلة سادة أتهم ذوبوها، وبديت أخليها على الحلا اللي سويته. طبعا بالفرشة لازم نسويها على مود تعطي شكل الحطب. بردتها تقريبا 10 دقائق على مود يمسك أو تمسك النستلة، وزينت الجهة الثانية تمام مثل ما تشوفون هالشكل. وبعدها هم خليتها بالثلاجة على مود تبرد تماما النستلة وتلزم على الحلا. هنا أنا بعد ما بردتها وبديت أقطعها بهالشكل، تتقدم ويا القهوة أو بأي وقت، وبس أتمنى تجربوها.